أعتقد أن السؤال جاوبت عليه بكل وضوح، وقلت أنه يعني الأمير هذه الدعاية كانت تطلق عليه على أنه انفصالي. وقلت أيضا أن انفصالي على من؟ على اليوطي اللي كان هنا في فاس وفي الرباط. شكون في الرباط؟ شكون كان؟ اليوطي. إذا كان الانفصال على اليوطي أهلا وسهلا، ولكنه مشروعه الاجتماعي المجتمعي لم يتوقف في قرية أجديل ولا في قرية بني ورياض، بل كان يهدف إلى تحرير شمال إفريقيا. وقلت لكم كذلك أنه المقيم العام الفرنسي في الجزائر لما استسلم الأمير وأخذوه إلى فاس جاء عنده قال له بكل وضوح أن احنا كنا سنرحل عن الجزائر. ثانيا أن العمال ديالنا لأنه كانوا كيمشيو العمال الجزائر، ما كانش الفرنسيس كيخليهم يجيو من الجزائر الريف باش ما يشاركوش المقاومة مع الجزائر. فهمتي؟ يعني امتنع عن تسهيل لعمالنا يجيو للريف او يجيو للشمال المغرب او يجيو للمغرب حتى لا تكون هناك التقاء بينهم وبين المقاومة، حتى لا ينشروا المقاومة في الجزائر. طيب هذا شيء واضح. لما جاء من مسار، لما جاء القاهرة يعني نزل أو أنزل الله أعلم، ولكن جاء القاهرة ما قالش استقلال للمغرب بس أو للريف بس، قال استقلال لشمال أفريقيا، وعملوا ما يسمى بالمكتب المغرب لجنة تحرير المغرب العربي. لجنة تحرير المغرب العربي فيها المغرب، فيها تونس، فيها الجزائر. يعني بطبيعة الحال. ثم أكثر من هذا، لما الفرنسيس ضحك على التوانسة والمغاربة، بقى يعني مجاهد لصالح الثورة الجزائرية، ينتقد المغرب وينتقد تونس، لأنه تونس كانت تعمل على عدم تسهيل تسليح ثورة في الجزائر، فكان دائما ينتقد الحكومة الفرنسية من أجل مصلحة ديال الجزائر. ثم غضب لأنه كان حلمه أو كان تصوره أنه يتكون المغرب العربي، يتكون جيش المغربي لتحرير شمال إفريقيا من الاستعمار نهائي.